أهلا بيكم سنة 5 ابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس الثالث من الوحدة الثالثة بعنوان المشروعات القومية، رؤية مصر للمستقبل. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. السؤال الأول، أكمل. 1. من أهداف رؤية مصر 2030 الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة. 2. أحد أكبر مشروعات توليد الطاقة الشمسية في العالم مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان. 3. اهتمت الحكومة المصرية بالمشروعات القومية من أجل مستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري. 4. من مشروعات الاستزراع السمكي في محافظة كفر الشيخ بركة غليون. 5. من أكبر محطات توليد الكهرباء من الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محطة جبل الزيت. 6. تسعى مصر إلى تطوير وسائل النقل مثل القطار الكهربائي السريع. 7. يهدف مشروع الاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ إلى توفير. 8. يقع مشروع الدلتا الجديدة في الصحراء الغربية. 9. يهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى تحقيق الأمن الغذائي. 10. مشروع بركة غليون يقع في محافظة كفر الشيخ. 11. تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية. 12. يهدف النقل المستدام وتطوير الطرق إلى تقليل استخدام السيارات. السؤال الثاني، اكتب كلمة صح أو خطأ. 1. التنمية المستدامة تعني تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. صح. 2. تهدف رؤية مصر 2030 إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. صح. 3. يقع مشروع الدلتا الجديدة في الصحراء الشرقية لمصر. غلط، في الصحراء الغربية. 4. تهدف الدولة من تطوير العشوائيات إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. صح. 5. يعتبر المونوريل والأتوبيس الترددي من وسائل النقل المستدام. صح. 6. يهدف مشروع الدلتا الجديدة إلى زيادة الاستيراد من الخارج. غلط، بيهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي. 7. محطة جبل الزيت من أكبر المحطات لتوليد الكهرباء من الرياح في شمال أفريقيا. صح. 8. لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة اهتمت الدولة بالمشروعات القومية. صح. 9. تعمل الدولة جاهدة على تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. صح. 10. وضعت الدولة خطة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وأطلقت عليها رؤية مصر 2030. صح. 11. منطقة الفسطاط واحدة من المناطق التي قامت الدولة بتطويرها. صح. 12. يهدف مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الأمن الغذائي لمصر. صح. السؤال الثالث، اختر. 1. أحد أهداف رؤية مصر 2030 الارتقاء بجودة حياة المواطن. 2. تعد محطة جبل الزيت
من أكبر محطات الشرق الأوسط في توليد الكهرباء من الرياح؟ 3. تقع العاصمة الإدارية في شرق محافظة القاهرة. 4. مشروع زراعي يقع غرب الدلتا الجديدة. 5. من المشروعات التي قامت بها الدولة لتطوير النقل والمواصلات: كوبري تحيا مصر. 6. من مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الشمس محطة بنبان. 7. من مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح محطة جبل الزيت. 8. أكبر مشروع للاستزراع السمكي يقع في محافظة كفر الشيخ. 9. أطول برج في إفريقيا هو البرج الأيقوني. 10. من وسائل النقل المستدام الجديدة في مصر المونوريل. 11. تم حفر قناة سيزو ستريس في عهد الملك سنوسرت الثالث. السؤال الرابع، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: 1. استثمار الموارد لتلبية احتياجات السكان دون الإضرار بحقوق الأجيال المستقبلية. التنمية المستدامة. 2. أحد المشروعات الزراعية العملاقة بالصحراء الغربية ويقع غرب الدلتا مشروع الدلتا الجديدة. 3. واحد من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في العالم ويقع بمحافظة كفر الشيخ بركة غليون. 4. مدينة ذكية تقع شرق محافظة القاهرة العاصمة الإدارية الجديدة. السؤال الخامس، أمام خريطة صماء لمصر اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. 1. يشير رقم 1 إلى محطة توليد الكهرباء من الشمس محطة بنبان. 2. البحر المتوسط. 3. يشير رقم 3 إلى محطة لتوليد الكهرباء من الرياح محطة جبل الزيت. 4. مدينة ذكية من مشروعات مصر القومية العاصمة الإدارية الجديدة. السؤال السادس، بما تفسر 1. اهتمام الحكومة المصرية بإنشاء المشروعات القومية؟ كل ده ليه؟ من أجل مستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري، لأن الشعب المصري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات. 2. إنشاء محطة بنبان في أسوان. 2. إنشاء محطة بنبان في أسوان لتوليد الطاقة الشمسية ولسطوع الشمس بها معظم العام. بنولد منها الطاقة الشمسية بسبب إن الشمس على طول موجودة فيها معظم العام. 3. إقامة الدولة لمشروع الدلتا الجديدة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية زي القمح عشان نقلل الاستيراد من الخارج ونوفر فرص عمل للشباب ونحقق الأمن الغذائي وكمان نحسن مستوى المعيشة. 4. حفر قناة السويس الجديدة لتسير السفن في الاتجاهين، وده هيقلل من زمن عبور السفن وبيزود قدرة القناة على استيعاب أكبر عدد من السفن. 5. إنشاء الدولة مشروع بركة غليون لزيادة الإنتاج السمكي في مصر وتلبية احتياجات السوق المحلي، وبيوفر فرص عمل للشباب وبيوفر فائض للتصدير. 6. حرص الدولة على إنشاء المشروعات الخاصة بالطاقة لتوفير احتياجات مصر من الطاقة وبنحافظ على البيئة
وبنوفر فرص عمل للشباب، وبنقلل من انبعاثات الكربون. 7. إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة عشان نخفف الضغط السكاني عن القاهرة، وبننشئ مجتمعات عمرانية متطورة، وبنوفر فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات. 8. أهمية محطة جبل الزيت، بتنتج نص إنتاج الكهرباء المولدة من الرياح في مصر. 9. سعي الدولة لتطوير العشوائيات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. 10. اهتمام الدولة بالنقل المستدام لتقليل الازدحام المروري وتقليل استخدام السيارات، وبكده هيبقى سهل الانتقال بين المدن الجديدة. السؤال السابع: ما النتائج المترتبة على إقامة العديد من مشروعات النقل في مصر؟ ده هيؤدي إلى تقليل استخدام السيارات، وهيقلل ازدحام المرور، وهيسهل علينا الانتقال بين المدن. 2. سطوع الشمس معظم العام بمحافظة أسوان، ده أدى إلى اختيار قرية بنبان بمحافظة أسوان لإنشاء أحد أكبر مشروعات توليد الطاقة الشمسية في العالم. 3. حفر قناة السويس الجديدة، ده هيؤدي إلى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي عالمي، وزيادة الدخل القومي لمصر. السؤال الثامن: دلل. 1. اهتمت الدولة بتطوير الطرق ووسائل النقل. الدولة قامت بإنشاء العديد من المشروعات زي القطار الكهربائي السريع والمونوريل والأتوبيس الترددي وتطوير الطريق الدائري وعدد كبير من الكباري والمحاور، منها محور رود الفرج وكوبري تحيا مصر. 2. تعتبر محطة جبل الزيت من أكبر محطات الشرق الأوسط في توليد الكهرباء، لأن محطة جبل الزيت بتنتج نص إنتاج الكهرباء المولدة من الرياح في مصر. السؤال التاسع: ما العلاقة بين مشروع الدلتا الجديدة والأمن الغذائي؟ لأن هدف مشروع الدلتا الجديدة زراعة محاصيل استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. 2. قناة السويس الجديدة والدخل القومي. قناة السويس الجديدة أدت إلى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي عالمي، وده هيؤدي إلى زيادة الدخل القومي لمصر. 3. تطوير العشوائيات والعدالة الاجتماعية. هدفنا من تطوير العشوائيات تحقيق العدالة الاجتماعية. 4. محطة جبل الزيت والكهرباء. بتنتج محطة جبل الزيت نص إنتاج الكهرباء المولدة من الرياح في مصر. 5. رؤية مصر 2030 وجود حياة. بتهدف رؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري. 6. العاصمة الإدارية الجديدة والاستثمارات. بتهدف العاصمة الإدارية الجديدة إلى جذب الاستثمارات لمصر. السؤال العاشر: حدد أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030. الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار اللي هو البحث العلمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة. 2. صنف المشروعات التالية إلى مشروعات طاقة نقل زراعية. الدلتا الجديدة زراعية،
بنبان طاقة. المونوريل نقل. ما وجه التشابه بين مشروع بنبان ومحطة جبل الزيت؟ الاتنين مشروعات لإنتاج الكهرباء النظيفة والمستدامة وصديقة للبيئة. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات، وإن شاء الله هرد عليكم. مع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد.